اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات مضحكة. معانا النهاردة فيديوهات لمجموعة من الناس اتحطت في مواقف وحشة وتتمنى لو يرجع بيها الزمن وما تحصلش تاني. بس بعد ايه؟ ده كله متسجل بالكاميرا، يعني الكل شاف، وانتوا النهاردة هتشوفوا معانا، ويلا بينا نبدأ. عمرك ندمت على موقف حصل لك وتتمنى تمسحه من ذكريات الناس؟ طب لو حظك زي اللي معانا دول وتسجل صوت وصورة، قول لي هتعمل ايه؟ الشاب ده حب يظهر قدراته قدام لاعب مشهور وقرر يتحداه انه اطول منه، بس غلط لما اخد بالمظهر واتكسف حته كسفه. بتجيبوا الكلام لنفسكوا ليه؟ ايه اللي حصل مع صاحبنا ده بالظبط لما تحاول تصلح حاجه فتبوظ حاجه تانية، زي لما تحاول ترجع علبه المناديل لاصلها؟ ايه اللي حصل مع العامل ده ياكد لك انك لازم تختار مقاول امين ما بيغشش في الخامات علشان ما يتكسرش على راسك حاجه زيه. المذيع ده اثبت انه محترم جدا لما ما يرضيش يرمي الاكل من بقه رغم طعمه الوحش، بس الغريبه الطباخ ما لاحظش ملامح وشه ازاي. لما تحب تلعب لازم تتجنب عمدان الكهرباء، مش علشان ما تتكهربش، لا ابدا، علشان ما تكسرش عربيه حد راكنه قريب من عمدان الاناره. جالب الحظ للفريق كان هيجلب اجل المذيعه من الخضه. اللاعب ده واخد اللعبه جد جدا لدرجه انه كسر الترابيزه. بالراحه على نفسك يا كابتن. كلنا بنحب الصيد، بس ايه رايك لما الفريسه تتحول لصياد زي السمكه دي اللي سرقت سناره الطفل وهتحكي لاصحابها ان هي ضحكت على الصياد؟ لما تروح عند الحلاق ما تعملش نفسك فتك وتعرف تعمل كل حاجه، والا النتيجه هتكون زي الليمت ده. اظن مفيش احسن من كده، خدنا الشاور قبل ما نروح. الاشاره دي وقعت عادي، بس اللي مش عادي ليه مكانها هنا اصلا. اللاعب ده فاز بالمركز الاول، والجايزه والوحيده اللي اخدها كان في حد عينه منها واتكسرت. انا بقى نفسي في الشغلانه دي، اكيد مفيش اريح من كده. ممكن تشوف عربيه بتتحطم لان هي وقفت فجاه، بس ان هي ترجع جديده دي. لما تيجي تشتغل لازم تختار الاداه المناسبه للشغل المناسب، مش اي خامه وخلاص علشان ما تتكسرش منك. بعد التجربه دي الفيزياء ما بقاش ليها مكان وسطنا. تفتكروا الغلط في اللي بيجرب ولا في قوانين الفيزياء؟ لما تنزل من عربيتك طبيعي انك تقفلها، مش تسيبها شغاله وفوقها المفتاح هديه. ما تبقاش تزعل لما واحد يسرقها. يا جماعه مش اي حاجه نشوفها نقلدها، اهو الشبشب ضاع والفضائيين سرقوه. السواق ده حرفيا ما كانش هيشوف رخصته مره تاني، لانه كان هيخبط عربيه شرطه وكمان واقفه في اشاره، بس لحق نفسه. عمري ما هحب اكون مكان الدكتور ده، دي اصعب من اي مساله فيزياء. المذيعه شكلها ما نامتش كويس ونسيت ان هي في البث وقررت تريح شويه، بس اخدت بالها متاخر شويه. لما الكره دي خرجت بره مكان لعب الاخين دول، كان احسن قرار ان هم ما راحوش وراها، والا عربيه النقل دي كانت هتاخدهم زي ما اخدت الكره معاهم. اظن بعد التجربه دي محدش هيفكر يشتري ماركه العربيه دي تاني بعد ما اثبتت ان هي ما بتتحملش الشد. لما تكون شغال بالاداه المناسبه اللي تساعدك على التنظيف بس انت مش بتعرف تنظف اصلا، هتكون دي النتيجه. اللاعب ده جاب جون وحب يحتفل بيه، بس الظهر العظمه كبرت وجاله شد عضل. يا عمود يا فقري. لما تكون بتعرف تنشن صح بس بتنشن في المكان الغلط، هيكون حظك زي صاحبنا اللي شغل انذار الحريق بالغلط. لما تكون صاحي بدري للشغل ومديرك محذرك تيجي فايق للشغل، مش تجيب نوم معاك. كان يقصد فعلا كده، بس صاحبنا اخد المرتبه معاه احتياطي يمكن يريح شويه. لو عايز تحافظ على اسنانك ما تعملش زي الاخ ده، انما لو عايز توفر كشف الاسنان برضه ما تعملش زيه. الكلب ده شكله نفسه يهرب من صاحبه بس مش عايز يسيب البيت، فاخدت العمود معاه من ريحته. صاحبنا ده شكله مركز جامد واكيد الضربه هتيجي في الصميم. اظن شكله يوحي بكده. استنوا، ايه ده؟ جت في قلب الترابيزه برضه في الصميم. لما تكون بتصور في مكان عام وما تعرفش الحرامي هيكون مين، ممكن يكون الطائر الكيوت ده ويطمع في الايربودز بتاعتك وياخدها ويطير، ويبقى قابلني لو جبتها. نبطل قعده الشوارع بقى ونلم نفسينا، اهو فكروكوا شحاتين. الحكم ده شكله مش طايق نفسه خالص، ده رمى الكرة بره الملعب. لما تكون بتحب المنظره بفلوسك بس في واحد حظه حلو واخد باله منك ويسرقهم ويمشي، وده اللي حصل مع اليوتيوبر ده في بث مباشر، يا ترى هيجيبه؟ ده لما تحاول تعمل كل حاجه بايدك وتستكبر تطلب المساعده. الست دي قاعده تكتب في امان وكلبها ما عجبوش الشغل فدلق عليها الميه، طبعا رد فعلها واضح. التجربه حلوه مفيش كلام، بس الامان اولا. هي علشان عدت معاها على خير فكرت موبايلك هيطلع سليم. طبعا في مره اولى لكل حاجه بنعملها، بس ننشف شويه مش كده يا كابتن. لما تكون بتلعب ومبسوط بس يحصل معاك موقف واحد زي البنت دي اللي وقع منها تليفونها من ارتفاع عالي، اكيد اتكسر مليون حته. خلي اللعب ينفعك. يا ريت لما نطلب مساعده تكون من ناس شغاله في المكان، والا كل تعبك هيروح على الفاضي. لما تحب تعمل فيها فطاطر شاطر بس انت على الله حكايتك، ده اللي بيحصل معاك. يا ترى هتلبس في وش مين؟
الظاهر ان المراسل ده كان بيحب شغله وبيرقص قدام الكاميرا من فرحته. يا بختك يا عم، عشان كده قلنا اعمل ما تحب. لما تحب تعمل بث مباشر بس انت مكسل تطلع توثق الحدث. بس لما تسرق اهم حاجه اوعى تتقفش، مش زي صاحبنا اللي بيذيع على قناته والكل عارف انه سارق البث. لما تكون في البحر وعايز قارب انقاذ ما تطلبش المنقذ ده تاني، ده واحد عايز اللي يلحقه. صاحبنا ده دفع كتير علشان يطلع سفاري ويشق الجبال، بس اتصدم بالواقع وقرر يلزق في الجدار لحد ما يجي ينزله. الاخ ده قرر يقفل الجراج بس فكر نفسه هيلحق يخرج، لكنه اكتشف انه ابطأ بكتير واتحبس جوه. المخترع ده صمم غسالة تشتغل بالصوت، بس السما عندها كان بعافية شوية. صاحبنا كسر الأرفف علشان مفكر نفسه سوبرمان، عموما هو اترفض خلاص. ده تقريبا أول ممرض يسرق مريض، بس لسوء حظه كله متصور واتقفش بجريمته. تقريبا ده الشخص الوحيد اللي بيتقن عمله. عرفتوه طبعا الحرامي، بس المرة دي صاحب البيت كان مراقب بالكاميرات وحذره، وأظن إنه مش هيرجع تاني. بعد الفيديو ده أكيد محدش هيشتري ماركة العربية دي تاني. لما تكوني أستاذة في التنشين بس بعيد عن الهدف، أكيد هتكسري حاجة زي ضيفتنا دي اتحمست بزيادة فكسرت الاستوديو. وده بجد لما تشوف صاحبنا ده بيحاول يقفل الباب وهو موقف المكنه، طب اركن بدل الخسائر دي. لما تكون مأمن بيتك كويس يا ريت ما تشتركش في خدمه الجرايد، لان محدش هيقدر يوصلها لك. اظن لما تعرف ان الراجل ده بيقبض ملايين من شغله ازاله التلج هتروح تشتغل معاه. تخيل تتعب ايام في تركيب شاشه زي دي ويجي واحد يحب يريح يضيع كل تعبك، لو مكانه هتعمل ايه؟ انا عن نفسي اشوف وظيفه تانية. يا ريت لما تكون شغال بلاش نجود من عندنا، ولو حصل وعملتها وفشلت يبقى ما نكررهاش تاني، مش زي مذيع النشره الجويه ده اللي ما حرمش من اول اصابه. لما تحب تتمرن لازم يكون بعيد عن حمام السباحه، خصوصا لو هتستخدم آلة كهربائيه، والا هتكون النتيجه زي دي، الله يعوض عليكي. لو جايب قطه لازم تحرص منها، والا هتكسر البيت باللي فيه وانت فاكرها الهاديه البريئه. العامل ده بيحاول يوفر مساحه في علبه التسقية علشان يقلل عدد الاكياس، بس للاسف جه كحلها عماها وكله وقع. الجندي ده كفء جدا في شغله، مهمته الوحيده ينزل السلم للجنود علشان الانزال، بس نزل يربط السلم قبل ما يرميه من الطياره. بس السؤال هينزله ازاي؟ يلا ملناش دعوه، نخش على اللي بعده. لما عربيه الايس كريم ترفض تقف لك اعرف ان دي اشاره وانك لازم تبدا الرجيم. لو شايف الركنه هنا غاليه استنى لما تشوف فاتوره السور اللي هو كسره،